المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إرزيان نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة نستهلها بأهم ما جاء فيها. تنظيم سيمينارات حول التطورات الراهنة في كافة أنحاء الوطن. الاحتفاء في سجنيتي بيوم مكافحة السل. بناء عنابر لانتظار الحوامل في مركز دبر والصحي. مخاوف من تفشي الأمراض في جنوب القارة الإفريقية. سوريا تتعهد باستعادة الجولان وسط انتقادات الدولة لتصريحات ترامب. إعلان النصر النهائي على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. تشهد البلاد انعقاد سيمينارات تنويرية بكبار المسؤولين في الدولة عن أوضاع البلاد الراهنة والسلام وبرامج التنمية الممنوحة الأولوية. تفاصيل هذه السيمينارات في التقرير الذي يقدمه الزميل أمير عثمان. يجري تنظيم سيمينارات في كافة أرجاء البلاد لتوضيح الأوضاع الراهنة. عقد كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة منذ يوم أمس 22 من مارس سيمينارات تنويرية في إقاليم الأوسط والجنوبي والقشبركة وجنوب البحر الأحمر. تطرقت السيمينارات التي أدارها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة لمرحلة السلام والبرامج التنموية التي تمنحها الحكومة الأولوية لعام 2019. وأشار المسؤولون في توضيحاتهم إلى أن مرحلة السلام الراهنة جاءت بفضل صمود وتصدي الشعب الإريتري في الداخل والمهجر ونتاج الرؤى والخط السياسي الواضح للشعب والجبهة. وذكروا بأن إريتريا واجهت خلال 20 عاما مضت عدائيات بداية من الغزو العسكري الواضح وحتى فرض الحظر الجائر، وشملت المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية، وذلك بهدف إركاع الشعب الإريتري وحكومته وانتهاك سيادته الوطنية. وقد شهد عام 2018 انتصارا باهرا للشعب الإريتري بنضاله الرزين وتصديه القوي. وأضافوا بأن مرحلة السلام التي تشهدها بلادنا ومنطقة القرن الأفريقي أتاحت رغم كل التحديات الفرص لشعوب المنطقة. لذلك فإنه من أولويات هذه المرحلة العمل على بناء دولة قوية ومزدهرة لا تلبي حاجة المواطن وحسب، وإنما تلعب دورا كبيرا على مستوى الإقليم والعالم. وأوضحوا أنه تم وضع برامج لبناء اقتصاد قوي بما يؤمن بمستقبل للأجيال القادمة، وذلك بتأمين البنى التحتية المتطورة للمشروعات الاستراتيجية التي تشمل الخدمات الاجتماعية المتطورة والموانئ المؤهلة وتوسيع وتحديث شبكة الطرق وتطويرها ووسائل الاتصالات وتطوير مصادر الطاقة والثروة البحرية والإنتاج الزراعي والصناعة بحيث تنافس المستويات العالمية. وذكر المسؤولون بأن إريتريا عملت منذ مرحلة الكفاح المسلح على مبدأ تأمين السلام والشراكة الإقليمية وتمتين العلاقات مع دول الجوار والشركاء، وإنها لا زالت تقوم بواجبها في تعزيز السلام والشراكة في المنطقة بالعمل مع كل من إثيوبيا والصومال وكينيا وجنوب السودان ودول الخليج. وأوضحوا بأن العلاقات والاتفاقيات التي تجريها مع إثيوبيا ودول المنطقة الأخرى تنطلق من التأكيد على سيادتها ووحدة أراضيها الترابية وأجوائها وبحرها وبما يتوافق والقوانين والنظم الدولية. وأشاروا إلى أن ما تم إنجازه في الوقت الراهن في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وبناء العلاقات والشراكة بالنظر إلى السلام الذي تعيشه المنطقة تم وضع برامج ضخمة بتنسيق الموارد في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية. وأكدوا أن البرامج الموضوعة للتنفيذ في عام 2019 و2020 تتمثل في بناء وتوسيع شبكة الطرق وإنتاج الألبان واللحوم والأسماك وإنشاء الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير المياه وتنمية الثورة الحيوانية وتوسيع وتطوير مينائي عسب ومصوع وإكمال سد قحتلاي وتوسيع برامج التأهيل المهني والفني وبدء برامج الإسكان وتطوير نظام الخدمة الوطنية. المشاركون من جانبهم قدموا آراء ومقترحات من قبيل بالنظر إلى التطورات التي تعيشها البلاد، مواكبة السيمينارات وتقديم المعلومات للمواطن أولا بأول، والاهتمام بمشروعات الإسكان لكونها تحتل الأولوية والأهم بالنسبة للمواطن، والتعرف على العوائق والتحديات التي تواجهها العملية التعليمية والعمل على حلها وغيره من الآراء. حضر في هذه السيمينارات في الإقليم الأوسط السيد الأمين محمد سعيد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة،
والسيد مانا جبرآب مستشار الرئيس، وفي الإقليم الجنوبي السيد ولدانكي الأبرهة وزير الحكومات المحلية، وفي القاش باركا السيد عثمان صالح وزير الشؤون الخارجية، وفي جنوب البحر الأحمر العميد أبرهة كاسا مستشار الأمن القومي. كما أجريت سيمينارات مماثلة اليوم في كل من كارن ومصوع، وستتواصل في الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية الأخرى في الأيام القادمة. أعلن مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمان المحرة أبه أن جهود مكافحة مرض السل تحقق نتائج مرضية في الإقليم. وأوضح في اللقاء الذي أجراه مع عمال المؤسسات الحكومية والطلاب والسكان في سكنيتي في 21 من مارس أن الإصابة بمرض السل تنخفض في الإقليم الجنوبي، وتم شفاء أكثر من 99% من متلقي أدوية السل في الإقليم. وقال أن مرض السل من الأمراض المعدية المميتة على مستوى العالم، ويمكن الشفاء منها بسهولة بالمكافحة والعلاج. ودعا في حال ظهور أعراض المرض للتوجه سريعا إلى المؤسسات الصحية وأخذ الوصفات العلاجية التي يقررها الطبيب. من جانبه دعا مسؤول المؤسسة الصحية في سكنيتي الممرض أبراهام قبر كيدان المواطنين لمعرفة أسباب وتأثير مرض السل والعمل بوعي لمكافحة ودرء مسبباته. وتنقل البكتيريا مرض السل المعدي، وتغطي الحكومة بالكامل علاج المرض في البلاد. عقد مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الأوسط سيمينارا تنويريا في أسمرة لمدراء المديريات ومسؤولين مختلف المؤسسات حول برامج زراعة الأسماك في المياه العذبة. وقدم مسؤول المكتب السيد إيساو توكو توضيحا حول تربية وصيد الأسماك العام الماضي وبرامج التأهيل والتدريب وإيجابيات وسلبيات العمل. وأشار إلى القيام بتجارب زراعة وتربية الأسماك في 33 سدا بالإقليم ونتائجها المرضية، داعيا المجتمع عامة والشباب خاصة للعمل لإنجاح تربية الأسماك في المياه العذبة لفوائدها الجمة. وأوضح مسؤول الكفاءة والبحوث والتصاريح في المكتب السيد يوناتان أفورقي أن استغلال الثروة السمكية وأنشطة تربية الأسماك في المياه العذبة لها دور كبير لتحسين معيشة الأسر وتأمين الغذاء. وقال المدير العام لإدارة الأقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان والمدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الأقليم السيد هيلا ميكائيل إيوب أن زراعة الأسماك في المياه العذبة يهدف تطوير القدرات الاقتصادية للأسر وخفض الفقر في الريف. تجري أعمال بناء غرف انتظار الحوامل وغرف الطعام لهن بالمساهمة الشعبية في إطار الجهود الجارية لتوسيع خدمات مركز دبار والصحي. وقال مسؤول الخدمات الصحية في مديرية دبار والممرض قبر هوت أرفاني أن هدف الغرف المشيدة هو استقبال الحوامل القادمات إلى المركز الصحي بما في ذلك المناطق النائية. وأشار إلى انخفاض الأمراض المعدية نتيجة أنشطة النظافة المجتمعية وحملات التطعيم. وتوجد عيادات في قرى عد فلسطي وشكتي وترى إمني وعد قبراي وقرططة ومركز الصحي وعيادة في مدينة دبار. نظم سكان ضاحية فانا بمديرية حقات أنشطة النفير واسعة لتعزيز الإنتاجية واستقرار أراضيهم الزراعية والتقليل من إشكاليات خدمات المواصلات، وكذلك العمل على حفظ المياه وحماية التربة. وأوضح مدير الضاحية الشيخ سعيد محمد علي أن الأنشطة النفيرية التي ظلت ينظمها المواطنون بداية من يناير منتظمين على مجموعات تتمثل في بناء حواجز مائية في مساحة 40 هكتار وصيانة طريق ترابي يربط بين منطقتي عدن السور وشلاشاي بطول 8 كيلومترات. وأشاد الشيخ سعيد بمشاركة المواطنين الفعالة وخاصة المرأة، موضحا أهمية سد حشيشاي لحل إشكالية مياه الشرب، مما استدعى ذلك إلى إكمال الاستعدادات لبناء الحواجز المائية في مساقط المياه من أجل حماية السد من امتلاء الطمي. وأوضح السكان بأن البرامج الجارية لحفظ المياه وحماية التربة تلعب دورا كبيرا في ترسيخ ثقافة العمل، إضافة إلى دورها في تعزيز الإنتاج الزراعي، مؤكدين جاهزيتهم للاستمرار فيها بصورة فعالة.
مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من تلفزيون دولة إريتريا، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم. ظهرت حالات إصابة بالكوليرا في مدينة بيرا في موزمبيق، مما يزيد من مخاطر تفشي الأمراض المميتة بين مئات الآلاف من السكان الذين يتدافعون للحصول على المأوى والغذاء والماء بعد فيضانات كارثية في جنوب القارة الإفريقية. وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن هناك قلق متزايد بين منظمات الإغاثة العاملة على الأرض من احتمال تفشي الأمراض واجتاح الإعصار إيداي مدينة بيرا الساحلية التي يقطنها 500 ألف نسمة، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة الأسبوع الماضي، ثم تحرك إلى زيمبابوي حيث سوى مباني بالأرض وأغرق تجمعات سكنية، ثم واصل إلى ملاوي. وتسبب الإعصار في مقتل 242 شخصا في موزمبيق و259 في زيمبابوي، مع توقعات بزيادة الأعداد وفقا لمنظمات إغاثة. وفي مالاوي قتل 56 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة قبل وصول الإعصار. تعهدت الحكومة السورية باستعادة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، في حين أدان حلفاء دمشق وخصومها على حد سواء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. وتمثل تصريحات ترامب التي أدلى بها تحولا جذريا في السياسة الأمريكية بشأن وضع المنطقة التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ثم ضمتها عام 1981 في خطوة لم تحظى باعتراف دولي. والإعلان جاء بعد اعتراف الولايات المتحدة في ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو قرار أثار أيضا انتقادات دولية، إذ أن وضع المدينة ما زال في قلب الصراع العربي الإسرائيلي. وقالت روسيا إن تعليقات ترامب تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، وعبرت عن أملها في أن تكون التصريحات مجرد إعلان. وقال الاتحاد الأوروبي إن موقفه لم يتغير بشأن الجولان، وإنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على المنطقة. قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم السبت إن تنظيم الدولة الإسلامية مني بالهزيمة النهائية في جيب في بلباغوز بشرق سوريا، ما ينهي دولة الخلافة التي أعلنتها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث أراضي العراق وسوريا. وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق. وتشن قوات سوريا الديمقراطية هجمات منذ أسابيع للسيطرة على الجيب الواقع قرب الحدود مع العراق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في تصريح سابق أمام الصحفيين أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة استطاعت أن تهزم داعش بنسبة 100%. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان اطلع ترامب أثناء توجهه إلى فلوريدا أن داعش لم يعد يمتلك أي قطعة أرض خاضعة لسيطرته في سوريا. الخبر الأخير في هذه النشرة: انسحبت كوريا الشمالية من مكتب اتصال مع كوريا الجنوبية يقع مباشرة إلى الشمال من الحدود المشتركة بينهما، في انتكاسة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن لإنهاء العداء في أعقاب فشل القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن. ومن جانبه ذكر النائب وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشون هاي سونغ أن كوريا الشمالية أعلنت القرار خلال اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي، قائلة إنه جاء بناء على تعليمات من مستوى أعلى. هكذا مشاهدينا الأكارم انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.